ما ينفعش موسم الشتاء يعدي من غير ما نعمل أشهر أكلة في المطبخ المصري، محشي الكرنب أو محشي الملفوف. طريقة يعني المصرية الأصيلة، أو يعني ممكن تكون طريقتي شوية. نعمل كده تسبيكة رهيبة، خلطة كده مظبوطة ومعتدلة وطعمها تحفة. ازاي نعمل المحشي كله مقاس واحد، كله لون واحد، تسوية مظبوطة ومثالية ومفيش ولا رزاية خارجة بره. بس الأول وقبل أي حاجة، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك للفيديو ده. تعالوا على طول نبتدي. هبتدي اول حاجه طبعا بالكرومبايه نفسها. هجهز الكرومب علشان اسلقه. طبعا انتوا الكرومب عندكم احسن من عندي بكتير، وانا دايما بطلبه اونلاين، فما بيكونش عندي مجال قوي ان انا اختار احلى كرومبايه. ولكن دايما اختاروا الكرومب اللي بيكون مفرود ومبطط كده زي ما بنقول بالمصري، علشان ورقه بيكون ارفع. بشيل اول حاجه الجزء اللي في النص ده كده، علشان ده الجزء اللي بيخلي الورق يكون متماسك مع بعضه. وبعد كده فصل ورق الكرنب بيكون سهل جدا، يا دوب بفككه من فوق كده واقلبه على الجهه التانية واسحب الورقايه تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. على طول هاخد الورق واروح اسلقه. بحطه كده في ميه سخنه مغليه. انا مش بزود عليها اي حاجه، ولكن انتوا لو عاوزين تقدروا تزودوا رشه من الكمون. ولو كنت انا مش بحب الموضوع ده، لانه يعني بحس ان هو بيخلي ريحه الكرنب ما بتبقاش عجباني كده وبيعمل ريحه مش لطيفه. واحنا كده كده هنزود كمون وبهارات في الخلطه، فيعني انتوا زي ما انتوا حابين. بنسلق الورق قد ايه؟ بنخليه في الميه من 30 ثانيه ل 40 ثانيه، وبرده على حسب الكرنب اللي انتم مستعملينه. يعني انا بدات بورقه سميكه جدا زي ما انتم شايفين كده، عشان ابين ليكم ان انا برده مش هخليها وقت طويل، وهتطلع برده مستويه وحلوه جدا. يعني يا دوب اخليها كده تدبل وتطرى حاجه بسيطه. ما تخلوش الورق يتسلق زياده علشان ما يطلعش مهري منكم. كمان ما تزودوش ملح، لان برده الملح بيخلي الورق يتهري اسرع. واخده واحطه كده في طبق يكون مفرود، واحطه بعيد عن بعضه كده علشان ما يسخنش من بعض. الورق عشان اعرف ان هو مسلوق كويس، الاقيه متجمع في ايدي كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وفي نفس الوقت الورقه متماسكه، يعني انا باخد الورقه وافردها بين ايدي كده بلاقيها متماسكه ومش بتتقطع في ايدي بسهوله ولا حاجه. والورق بيتسلق انا بكون باخد الورق اللي خرج وابتدي افرده بالشكل ده كده، اطبقه كده واحط الورق فوق بعضه. اخلي الايدين كلها في الاتجاه اللي قدامي، واجيب السكينه وابتدي اقطع الورق بقى. بقص الاول الجزء اللي فيه العروق ده كده، وبعدين اقلب الورق في الاتجاه ده، العروق تكون في اتجاه صوابع المحشي. واشوف كده انا بحب مقاس الصابع قد ايه. انا بخلي المقاس يكون 3 صوابع كده، وابتدي اقص الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هشيل طبعا الاطراف كده، لان يعني انا الورق بتاعي تخين شويه، فشلت الاطراف اللي انا حاسه ان هي مش هعرف الفها. وهندس الموضوع شويه كده لحد ما اطلع الورق انه يكون كله قد بعضه. وفي نفس الوقت برضو ما اهدرش كتير من الورق، علشان يعني ما نكونش مبذرين وكده. وبس كده. شايفين قد ايه الموضوع سهل وبسيط؟ يعني سلق الورق بتقطيعه كله بياخد تقريبا نص ساعه. على طول بقى هجهز الحشوة في حلة على النار. هزود فيها تلت كوباية من الزيت. ما تتخضوش، هي كمية زيت كتير شوية، ولكن محشي كرنب بيحب الزيت. انا معايا نص كوبايه، فانا استعملت شويه واخلي الباقيين على جنب. هزود عليهم مكعبين كده من الزبده، ويا سلام بقى لو كانوا سمنه بلدي، ولكن انا طبعا ما عنديش. وهزود عليهم معلقتين من الصلصه. طبعا اتخضيت، وانا كمان اتخضيت عشان اخطات ونسيت وزودت الصلصه، فيعني جل من لا يسهو. فكان المفروض ازود البصل الاول وبعدين الصلصه. فهقلب الصلصة شوية كده مع الزيت والزبدة، يعني بما اني اخطأت فخلاص نكمل خطأنا. وهقلبهم مع بعض شوية كده لحد ما الاقي الصلصة، يعني المادة الحافظة اللي فيها ريحتها راحت كده واخدت صدمة من النار وبدأت تغلي بالشكل اللي شايفينه ده كده. وهزود بقى البصل. انا مستعملة 5 بصلات تقريبا كبار مفرومين، فرمي ما يكونش ناعم قوي. في الغالب بستعمل لكوباية الرز بصلاية متوسطة أو بصلتين مثلا لو البصل صغنون شوية. هقلبهم مع بعض. أنا طبعا مش عايزة البصل إنه يتحمر ولا أي حاجة، إحنا مش بنحمر البصل للمحشي، إحنا يدوب بنخليه يدبل ولونه يبقى فاتح شوية كده. وطبعا انتوا مش هتبقوا مزودين الصلصة زي في الأول، فهيكون باين ليكم. وأول ما ألاقيه حجمه قل كده هبتدي بقى أزود المكون اللي عليه الدور. هزود طماطم مفرومة بدون ولا نقطة مية. أنا برضو مستعملة تقريبا كيلو كده ولا حاجة من الطماطم. خدتها في البلندر وفرمتها بدون ولا نقطة مية. وهقلب بقى كل حاجة مع بعض كويس.
واخليهم كده على نار متوسطة لهادية، وبعد كده بقى ابتدي ازود البهارات على طول. محشي الكرنب بيحب الكمون، فانا بحط معلقة كبيرة مليانة من الكمون، ولاحظوا ان احنا اصلا ما زودناش يعني كمون في السلق ولا حاجة، فبنحط بقى هنا كمون براحتنا. ومعلقة صغيرة برضو مليانة كده من الكزبرة الناشفة. هزود كمان معلقة صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم تتعادل. ونحط بقى ملح على حسب ذوقنا، ولكن ظبطوا الملح كده وراعوا برضو ان احنا هنحط شوربة هيكون فيها ملح، فيعني نحاول نخلي الامور تكون متوازنة مع بعض. حطيت كمان معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود، وقلبت كل حاجة مع بعض. خليتهم على نار متوسطة لهادية لحد ما الدسم طلع على الوش كده، والصلصة اتسبكت تماما وبقت بالشكل اللي شايفينه ده. كده خلاص بقت جاهزة. هقفل النار واخليها بقى على جنب كده لحد ما تهدى شوية. في بايركس كبير بقى زودت 5 كوبايات من رز مصري مغسول ومتصفي كويس جدا. هزود عليهم ربطة من البقدونس، ربطة من الشبت، ربطة من الكزبرة. لو في حاجة مش بتحبوها في الحاجات دي تقدروا تستغنوا عنها عادي جدا. انا كمان مش بحب ازود نعناع في خلطة الكرنب، لان بحس ان هي بتليق مع ورق العنب اكتر. وهزود عليها الصلصة اللي احنا سبكناها وخليناها قمر، يعني نفسي الريحة توصل لكم. فعلا خلطة المحشي الحلوة بتبان من ريحتها. وهقلب كل حاجة مع بعض كويس، نتأكد كده ان الصلصة والرز امتزجوا مع بعض كويس تماما. وهعمل فيها كده حركة كده اهوت، مش عارفة ايه الهدف منها. وهزود عليها بقى باقي نص كوباية الزيت اللي انا كنت مطلعها من الاول. زي ما قلت لكم المحشي بيحب الزيت، وبعدين اكيد يعني ننسى بقى الكالوريز والدايت وكل الحاجات دي واحنا بنعمل وجبة عظيمة زي دي. كده الخلطة جاهزة والورق جاهز، مش فاضل اي حاجة غير ان احنا نجهز الحلة ونبتدي نحشي. انا بحب احط في ارضية الحلة الاعواد بتاعة الكرنب. لو انتم مش حابين تقدروا تحطوا شرايح من البصل، شرايح من الطماطم، كمان تقدروا تستعملوا عيدان البقدونس والكزبرة زي ما انتم حابين. ونبتدي بقى نلف المحشي، يعني كل واحد بقى وحسب قد ايه هو بيحب سمك صباع المحشي. في ناس بتحبه يكون كده تخين ومكلبز كده ومليان رز، وفي ناس بتحبه يكون متوسط، في ناس بتحبه يكون صغنون، يعني كل واحد وذوقه. انا من الفئة اللي بتحبه متوسط، وان كان الناس بتشوف ان المحشي الكرنب بتاعي صغنون، ولكن انا يعني بشوفه متوسط. بلفه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لف محشي الكرنب مفيش اسهل منه، مش بنقفل اطرافه بقى ولا حاجة زي ورق العنب. يا دوب بنحط كده كمية مناسبة من الرز، بحط بالمعلقة شوية صغيرين كده واظبطهم كده، والف الورقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه بس طول ما احنا بنلف نتاكد ان مفيش اي رز خارج في الاطراف ولا في اي حته، ونتاكد على طول ان الحله واحنا شغالين مفيش فيها اي بقايا رز ولا اي حاجه زي كده. ومهم ان احنا يعني نكون قافلين الورقه كويس كده، ما نخليهاش مهويه علشان تطلع مظبوطه ومرتبه واحنا بنسويه. اخدت بقى المحشي ورحت بقى شغلت مسلسلي وقعدت الف حله المحشي كده وانا مستمتعه. كل واحد بريه طقوسه طبعا في لف المحشي. وطبعا كميه الخلطه دي تعمل لنا حله وسط صغنونه زي ما انا عامله، وكمان حله كبيره. يعني احنا في كل الحالات بنقيس كميه الخلطه على حسب الحله اللي احنا هنستعملها. وطبعا يعني الرصه رصوه زي ما انتوا حابين، مش لازم تعملوه دائري زي ما انا عاملاه كده. واهم حاجه ان احنا نسيب مسافه شويه، لان نخلي بالنا ان الرز ده لسه هيستوي والحجم هيتضاعف. هجهز بقى الصوص اللي هسقي بيه المحشي. عندي كده شوربه، تقدروا تستعملوا شوربه فراخ، شوربه لحمه، مكعب مرقه، يعني زي ما انتوا حابين. زودت عليه معلقه من صلصه الطماطم اللي كنا عاملينها لخلطه المحشي. لو ما شلتوش منها على جنب من الاول تقدروا تحطوا معلقه صلصه عاديه. وهزود بقى الشوربه شويه شويه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. بزود شويه واحرك الحله كده علشان اتاكد ان الشوربه نزلت للاخير، وهزود شويه تانيين. وهفضل اعمل كده لحد ما اوصل لدرجه الشوربه اللي انا عاوزاها. اهم حاجه ان الشوربه ما تكونش كتير قوي، يعني الشوربه في الاخير تكون يا دوب مغطيه المحشي، لان احنا كده كده لما هنشغله على النار هيبتدي يغلي وهيزيد كده وهيطلع فوق المحشي ويغطيه كله. طيب لو انتم مبتدئين زودتوا شوربه زياده ومعرفتوش تظبطوا الموضوع، فعادي جدا اول ما تلاقوا المحشي وصل كده للسوا ولسه فيه شوربه، صفوه شويه من الشوربه وبس. هغطيه بقى بطبق يستحمل الحراره وهرفعه على النار، وكأني بسوي رز. هخليه كده على نار عالية ربع ساعة كده، تلت ساعة، لحد ما الاقيه بدأ يغلي وبدأ يتشرب. واول ما الاقيه بدأ يغلي كده ههدي النار واخليه بقى على نار هادية 3/4 ساعة كده ولا حاجة، لحد ما يستوي تمام.
يعني مدة التسوية تقريبا ساعة كده ولا حاجة. بعد تقريبا نص ساعة كده كشفت عليه خلاص تشرب طبعا، ويعني شكله بقى تحفة زي ما انتوا شايفين. هزود بقى عليه مكعبات كده من الزبدة، حوالي معلقة كده ولا حاجة من الزبدة، وبرده يا سلام لو كانت سمنة بلدي. وهغطي عليه واسيبه ربع ساعة كمان وبس كده. شايفين قد ايه شكله يجنن يا جماعة؟ بجد لازم تيجوا تدوقوا يعني. مش معقول، تحفة، شكله حلو جدا، كل الصوابع قد بعضها، مفيش ولا رزاية خارجة بره، لمعته مظبوطة، لونه يجنن، الصوابع كده كلها طالعة بنفس الشكل اللي لفيناه. رهيب يا جماعة، لازم تجربوه، متأكدة انه هيعجبكم جدا. اكتر اكلة كل المصريين بيحبوها في الشتاء. الشوية بقى اللي بيكونوا يعني لازقين في الحلة كده واخدين لون محمر شوية، دول بقى يعني مفضلين عندي. محشي مظبوط وخلطته رهيبة وطعمه وريحته تجنن. يعني مش قادرة احكي لكم على البيت بتبقى ريحته عاملة ازاي يوم المحشي، اكيد كلكم عارفين، فلازم على طول تقوموا تجربوه. محشي مظبوط لازم يكون الرز بتاعه مفلفل كده ولونه حلو، يعني ما تحسوش ان لونه ابيض. جربوه، متاكده انه ان شاء الله هيعجبكم. هستنى تقولوا لي رايكم فيه في التعليقات. هستنى كمان تبعتوا لي التطبيقات على الفيسبوك او على الانستجرام، اللينكات كلها موجوده في صندوق الوصف كالعاده. اشوفكم تاني على خير قريب، يا رب يكون الفيديو عجبكم.